رجعنا لكم مستمعينا وفي عيادة مصر على راديو مصر. النهارده بنشوف ايه حدوتة كل ام اللي متعذبة وبتقول ابني بيتعب كتير، ابني على طول عند الدكتور. تبين من كلام ضيفنا اللي منورنا انه المناعة يا جماعة. منورنا النهارده الدكتور عبد الرحيم لكلوك، استشاري اطفال وحديث الولادة وعضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية وعضو الجمعية العربية للتغذية في الاطفال. برحب بحضرتك من جديد يا دكتور، منور. انا مبسوط ان انا معاكي جدا اكتر جدا. تسلم لي. طيب احنا كنا بنحكي او حضرتك بتحكي لنا عن الاسباب اللي بتضعف المناعه، اكيد في عقل ماما اللي سمعانا دلوقتي في كل بيت. طب انا اعرف منين ايه العلامات اللي تظهر على ابني فاعرف ان مناعته ضعيفه هنا، ان في حاجه عنده؟ وازاي اصلا بعد كده بعد ما نعرف بقى ايه العلامات ازاي اصلا ارفع مناعته دي؟ هو مبدئيا ابنك اللي بيتعب كتير ده تمام يساوي ان مناعته ضعيفه. يعني هتلاقي ابنك عنده نزلات بقى كتير، بيكح كتير، بيرشح كتير، بيسخن كتير، بيطلع من دور ويدخل في دور، ده مناعته ضعيفه. تمام. طفلك الكسول ده اللي خامل، اللي نايم على طول، اللي عنده انيميا، طفل، كل دي حاجات برضو بتديني انطباع عن المناعه. اخبارها ايه؟ قله التركيز عند طفلك، لو تركيزه مش قد كده تمام، ده بيأثر برضو على المناعه. خدي بالك. طفلك اللي عنده تضخم في بالعكس قله التركيز تأثر والمناعة تأثر في التركيز. نفس فكرة الأنيميا هتضعف معاكي المناعة، والمناعة في حد ذاتها تمام برضو بتأدي معاكي لكل الحاجات دي، سواء أنيميا أو تركيز أو حاجات زي كده. الكرات الدم البيضاء اللي موجودة عندنا في جسمنا، والبروبايوتيك والحاجات اللي هي البكتيريا النافعة والحاجات دي كلها لما بتتاخد بترفع معانا المناعة. الطفل لو في تضخم في الغدد الليمفاوية عند الرقبة كده، تقول لك ابني في كور كده في زوره، لو بتظهر كتير ومش بتروح، اعرفي ان مناعته برضو على قدها ضعيفة. فدي حاجات كتير كده بتديني انطباع مناعة طفلك عاملة ايه. طب اعمل ايه بقى وقتها؟ يعني اعمل ايه بقى كمان وانا بغذيه؟ اعمل ايه؟ اتحرك على الدكتور على طول؟ ايه الخطه الشامله زي ما بيقولوا؟ والله بصي، اللي مش بيروح لدكتور كتير بتبقى مناعته حلوه. انا مش عايزك، انا عارف ان الكلام ده الدكاتره هتزعل مني، بس يعني والناس مش هتجيلك كده. يعني ينفع كده يعني؟ عايز اقول لك انا في عيادتي انا مهتم بالقصه دي، قصه رفع المناعه، وان الطفل ما يجيليش كتير. تمام. الناس حتى تقول لي يا عم ما كده العياده مش هتشتغل. أيوة. ما الطفل لما مش هيجيلك كتير، طب على الله يعني. انا بحس يا دكتور انكم في التخصص الاطفال بتبقوا كل همكم الطفل يبقى كويس، مش مهم انا اشتغل عليه، يعني المهم انه الطفل يعني بيصعب عليكم الطفل. والله بصي، كفايه ان انت يبقى ضميرك مرتاح. يعني انا لو جالي طفل مش محتاج مضاد وكتبت له مضاد مثلا، وكتبت له بقى كورتيزون وكتب عشان اريحك انت تمام. انت بالنسبه لك عايزاه يخف امبارح زي ما قلنا تمام. فبالتالي انا عايز اخففه لك بسرعه. ايه اللي بيخفف بسرعه؟ هديله بقى حقن وكورتيزون ومش عارف ايه وكده، هيخف بسرعه وكل حاجه. طب وبعدين ما انت دمرت المناعه، هيفضل يتعب معاكي كل شويه. في الاول بيتعب كل 3 شهور، بعد كده لو مشينا بنفس السيناريو ده هيتعب كل شهرين. مشينا بنفس السيناريو بدا يتعب كل شهر، بقى يتعب كل اسبوعين، بقيتي كل اسبوع عندي. طب وبعدين على المدى الطويل المشكله بتكبر. بالظبط. تمام. هتكون يعني المناعه بالنسبه لي انا، طالما ان انا كل شويه والتانيه عند الدكتور وانا ماشي معاها بطريقه غلط تمام، المناعه بتموت. زي ما قلنا مثال من شويه، المناعه بتركن مش بتشتغل. لا، انا عايز ادربها، عايز اشغلها. وانت بالنسبه لك استحملي معلش اليومين 3 بتوع الرشح دول. يعني الرشح دول مش اخر الكون. اقول لك حاجه، الكوفيد، الوقت الكورونا، احنا مش ده فيروس تمام. طيب احنا مثلا كنا بنجري بقى ورا المضادات الحيويه وبتاع، ولا كنا بنقول ان الفيروس ده بتحاربه المناعه؟ فنبدا بقى ندي بقى حاجات ترفع المناعه. وكنا نلاقي البروتوكول بتاع الكوفيد ايه، يقول لك خد زنك وخد لاكتوفيرين وخد فيتامين سي وخد فيتامين د وخد، يعني بياخد 5 انواع فيتامينات وما بياخدش انتبيوتيك. ده ليه؟ ده فيروس تمام. انا عارف ان علاجه مش انتبيوتيك، هو علاجه مناعته. فانا لو الكوفيد ده جه على مناعه ضعيفه، المناعه مش قايمه اصلا، هيأثر معاه. ليه في الكوفيد كانت ناس تعدي وناس ما تعديش؟ كانت ناس مش بياخدوا تمام. الجسم نفسه مش مستعد لاستقبال فيروسات زي كده. انا بالنسبه لي مناعته ضعيفه، فبالتالي انا مش هقاوم اي فيروس يجي لي تمام. لا، انا لازم ادرب المناعه تمام، ان هي كل شويه والتانيه بتشتغل. الميكروبات اللي بتدخل دي هو عارفها، وبالتالي كل شويه والتانيه خلاص انا ما بقاش في حاجه تقدر عليا. المناعه بتاعت جسمي مناعه قويه، بتقدر اي حاجه يلقطها الجسم تحاربها. لكن لما بتنام وافضل انا كل شويه والتانيه
اعالج بقى الميكروبات بايدي وما اسيبش المناعه تشتغل، الدنيا نامت خلاص.